السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بودكاست حياة. ضيفتنا النهاردة ضيفة مميزة جدا، كوتش تغريد إحسان. ازاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. الحلقة النهاردة احنا متحفزين لبعض وعاملين حسابنا نتكلم على العلاقات، إن شاء الله. وهنتكلم من مفهوم الستات شايفاه ازاي والرجالة شايفاه ازاي، وايه اللي المفروض يعملوه عشان الحياة تبقى أحسن. وهنتكلم في فكرة برضو الألعاب واللي حضرتك متخصصة انك تتكلمي فيها، فهنتكلم ونشوف مين اللي هناكد، قصدي مين اللي هنوصل معاه للحل. تمام. كلمينا عنك الأول. أنا اسمي تغريد إحسان، باحثة ماجستير صحة نفسية ما شاء الله. ومدربة إرشاد زواجي وأسري من جامعة القاهرة وعين شمس. ما شاء الله. حاليا درست من معهد جوتمان ال7 مبادئ للسعادة الزوجية، ما شاء الله. وبشتغل في مركز يوكان للاستشارات النفسية ومركز رفيق وأكاديمية سوا. ما شاء الله. حابة تكلمي معانا النهاردة عن ايه؟ حابين نتكلم عن فكرة العلاقات وتدرج كده، هو ايه اللي بيحصل في اول العلاقات وازاي نبدأ ان احنا نتفهم بعض شوية كده ونوصل للتفهم ده من خلال ان احنا نبقى عارفين يعني احتياجات بعض. في ناس انا معاكي في التفاهم مش في الفهم. لا في التفهم. ايوه فهم لا. لا فهم لا عشان التفهم. كان في واحد كتب بوست عجبني قال لك الستات ربنا خلقها نحبها ما نفهمهاش. ايوه صح كده. لا انا مع فكره التفاهم جدا، لان كتير انت ممكن تبقى قاعد متضايق، انا مش حاسه بيك، بس عادي انا ممكن اتفهم مشاعرك، ممكن اقول لك انا حاسه بيك. انت مش هتحسي بيا انا متضايق، لكن انا هبقى بس هتحسي متفهمة. بيا لو فكرت في واحده. صح. يعني وانا متضايق مش هتاخدي بالك، اما في حاجه بفكر لا يبقى انا بتخون على طول. طب ما انا متضايق، ما ممكن تكون سابتني. لا يعني على الاقل هتفهم مشاعرك، هقول لك انا حاسه ان انت متضايق، طب مالك، طب نتكلم. فضفضلي واحكي لي وهلبك وبعد بعدها. كده بقى نتخانق بقى، مش مشكله. طيب ايه اكتر حاجه متكرره بيجيلك شايفاها في العلاقات دايما شبه شكوى عامه؟ جوزي اتغير بعد الجواز. طيب دايماً. انا هقول لك من واقع المشاهده بتاعتي، وعلميا هي الرجاله ما بتتغيرش بعد الجواز. خلاص هقول لك ليه من وجهه نظري انا كراجل، وحتى من الافلام اللي انا بحبها فيلم كذبة كل يوم. في بعض المشاهد مش قد كده، بس هو بيحكي عن اللي بيحصل في العلاقات. انا قبل الجواز انا راجل بشتغل الشغلانه الفلانيه سيلز مثلا، وانا كسيلز علاقاتي مع الستات، فاحنا مخطوبين، انت ما بتتدخليش وما بتقوليش حاجه واوبن مايندد جدا، احنا مجرد ما نتقفل على الباب خد بقى تعالى بطل ده. فانا ما اتغيرتش. حساب 24 ساعه. انا ما اتغيرتش. الرجاله في الغالب ما بتتغيرش. التغيير اللي فيه اللي هو في جمل بتتقال هو ضمني. اكيد انا وانت متفقين ان الاصل في العلاقات الضمان. صح. الثقه ان هو ان انا لا موجودة. ضمان، انا ضامن وجودك مش ضامن رد فعلك. تمام. ضامن وجودك اللي هو مش هصحى الصبح ابص بلاقيكيش. اما رد فعلك ان في حاجه انا عملتها ضايقتك وانت بتعديها هزيد فيها، فده ماشي. في فرق بين ان انا اضمن وجودك كشخص واضمن تصرفاتك كرد فعل. حلو قوي. طيب فانا كراجل انا عاوز اتجوز ليه؟ انا عاوز حاجتين: الاعفاف ومفيش نكد. امان واستقرار. ما هو الاعفاف هو استقرار، مفيش نكد. اللي هو النكد بالنسبه لنا، انا هقول لك انا كراجل، ولو في راجل يخالفني الراي يقول لي لا انا بخالفك الراي. النكد بالنسبه لنا هي المحاسبه، او لوي البوز. عاوزه تريحي جوزك وتلوي بوزك مالك، مش عاوزك تقولي مفيش، قولي له مش انت السبب، هيسكت. طب ما هو بيكون هو السبب. ما هي قولي لي انا السبب ونحلها. تمام. اما مالك مفيش ولوي بوزك. فانا لما ساعات بتيجي تحكي تقلب عليها الترابيزه. طب تعالي نعمل سيناريو انا وانت، بتكلم بجد والله. تمام. انا بقول لك مالك وانت هتشتكي مني، وقولي شكوى من الشكاوى اللي الناس بتجيلها بتشتكي منه في كذا. مالك شايفاك مش بقتش مهتم بيا وبتخرج كتير مع صحابك وبترجع متاخر، مش لاقي وقت اقعد معاك فيه. حلو جدا. طريقه الشكوى دي هجوميه من وجهه نظرك ولا لا؟ من وجهه نظر المتلقي بقى. لا من وجهه نظرك انت وانت بتقوليها حاساها فيها هجوم ولا لا؟ لا حاسه قايلها وانا مرتاحه وصوتي واطي. ما هي القصه مش في التون بس. القصه كيف او ماذا تقول. انا دلوقتي لما اقول لك، انا جاي اقول لك مثلا دلوقتي انت ما بقيتيش مهتمه بيا، ما بتعمليش فطار،
انا ما بقتش في اولوياتك، انت بتنسي تعملي كوبايه القهوه، انت مشغوله عني لدرجه ان حتى الغدا بتنسى انا بحب ايه. انت هبدأ واصلك بايه؟ ان انت مستاء مني، مستاء، صح؟ وايوه، وهبدا يجي لي مشاعر سلبيه، مظبوط. وهبدا ادافع عن نفسي وابرر لك افعالي واقلب عليك بقى انت كمان، ما انت طب ما بتعمل هو وبتاع. اهو يبقى احنا بنعمل صح، يبقى احنا في السليم، ما احنا بنقلب الترابيزه اهو. طيب لو انا قلت له بدل كده اللي هو انا عارفه ان انت بتتعب في الشغل بس انت بتوحشني وبحب اقعد معاك. هو ده بقى اللي لسه هنتكلم فيه قدام بقى. طب يعني في نوقف العيب. دلوقتي؟ انا بتكلم، ما هو اغلب الشكاوي فعلا هي إيه اللي بيحصل؟ انت بتتهمني، صح. فانا اي بني ادم في الدنيا هيتهم هيضطر يدافع عن نفسه، خلاص. فانا لما اتهمك اللي هو انت ما بقيتيش مش فاكر ايه، فين فلانه اللي كانت ايام الخطوبه كانت بتبقى ضحكتها حلوه، تبقى ما انت السبب، احنا خلاص كملنا الخناقه اللي بعد بكره. صح. طب هي مشكله الخلافات الزوجيه ان مفيش طرف عايز يسمع طرف، هو كل واحد عايز يشتكي والتاني عايز يبرر ويدافع ما عن انا نفسه. هي الطريقه في الشكوى. اه. انا مستعد اسمع. انت لو بنتك دخلت ماما انت على طول ما بقيتيش مهتمه بينا عشان انت على طول في الشغل، حاسه بايه؟ ان انا مقصره، مهمله. فاول حاجه هتقولي لها ايه؟ شايفه الموبايل اللي في ايدك ده، ما انا اتفحت في الشغل عشان اجيبهولك، مش ده اللي بيحصل؟ طب لو هي قالت لك ماما انا عارفه ان انت بتتعبي في الشغل وحابه ان احنا نقعد مع بعض، هاخدها في حضني. يبقى الرجاله بتتغير بعد الجواز حلو. ولا طريقتنا بتتغير بعد الجواز؟ طريقتنا بتتغير، واقول لك على حاجه. اتفضل. انا بشوف ان قبل الجواز يعني هي بتتكلم قبل الجواز كاهتمام، كمشاعر، بيكلمها كل يوم، بيسأل عنها، حاجات صح، كتيرة. انا معاكي جدا في ده. انا بصراحة ببقى شايفة برضو انه ما هو طبيعي حد جديد داخل حياتي، انا محتاجة افهمه، لازم في مشاعر متبادلة، عايز نتكلم، بسأل عليكي كتير، لكن انت دلوقتي معايا في البيت وموجودة طب معايا. اقول لك على سر ايه الاسباب اللي بتخلي الرجاله تهتم بالخطوبه. تمام. انا ليا حياتي، فانا بقضي خروج مع صحابي وبتفسح وبكلمك في النص، انت مش ممثله عليا اي ضغط. صح. اما انا هبطل خروج عشان احنا متجوزين عشان ما نزعليش، مش هينفع اعمل كذا عشان ما نزعليش، وبعد كده انا ممكن اشتغلك وانا خضك اللي هو انا روحت الساعه 10 بس ببتدي اكلمك 10 ونص، وانا من 10 ونص قاعد اعمل اي حاجه. ممكن وانا بكلمك في التليفون انا قاعد على الموبايل وبلعب وبكلمك، فانت مش معطلاني عن حاجه، بس احساسي ان انت عشان نقعد نتكلم مع بعض سيب اللي في ايدك وانتبه لي. طب انا مش قادر دلوقتي. ايوه. زي اللي هو احساسك ان اولادك ماما تعالي اقعدي معانا، فانت قاعده بنتفرج مع بعض، لا سيبي اللي في ايدك دلوقتي، طب انا لا سيبي اللي في ايدك اقعدي معايا. فاكن زي مش انت واي ام في الدنيا بيجي لها لحظه انا بحب عيالي جدا، انت بتحبي عيالك جدا وبتحبي قعدتك معاهم، مش بيقول لك مش طايقه اقعد معاهم. ايوه، عايزه. طب ما احنا مش لوحدي. لاقيين نقعد معاكم. اه. ايه اللي لا مضايقك؟ عادي. بس في ستات ما بتقدرش تفهم ده، يعني في ستات ما بتقدرش. لسه امبارح احد الازواج بيكلمني ان هو عايز ينزل يخرج نص ساعه يفصل فيها، هي شايفه انت ازاي هتتبسط من غيري، والله العظيم هو قال لي كده، انا ايه هو واتخانقت معاه انت ازاي هتتبسط من غيري، ما تاخدنا احنا والولاد. فهو بيقول لي الخروجه بقت عبء. ما هو بيقول لي ما الخروجه كده بقت مسؤوليه بدل ما انا هفصل، بقت وقامت عبء. خناقه. ايوه. بس اللي هي يعني انا لما بنصح بقول مثلا ايه، ما تسيب مراتك تنتشر في حته، روح خروج مع اصحابك وانا هاخد العيله وايدهم ولا اوديهم ملجا ايتام لغايه ما تتبسطوا شويه وتيجي. هي المشكله بقى عمرو هنا في ايه؟ انه فعلا انا بشوف ازواج بيخرجوا ويتفسحوا ويقابلوا اصحابهم، بس ممنوع هي تخرج، بتروحي لماما ما اعرفش ايه، لا بشوف كتير. بصي انا فدي ضد بقى اللي ده. بتعمل مشاكل كبيره. انا معاكي جدا، انا ضد ده الا في حاله واحده، كل ما تروح لامك ترجع بتسخن بمشكله. لك وتيجي. انا المبدا بتاعي الاول هتخرجي مع صحابك هترجعي مروقه عليا يا محلاها، حلو قوي. هتخرجي مع صحابك هتيجي ترجعي تنكدي عليا بلاش منه. صح. فهل اللي بتحكي بتقول هو منعها من الخروج، هل هي لما بتخرج بترجع بتروق عليه؟ ما سالتش بقى، احنا قعدنا نتكلم في تفاصيل تانية. كان هو اساسا يعني هو عنده مشاكل تانية. عنده مشاكل تانية. طيب اما الراجل الطبيعي عنده مشكله ان يسيبها تروق؟ اكيد اي واحد عايز يسيب مراته الراجل تسيب عنده مراته. شعار كبير بيقول لك مراتي مسافره وهعمل حفله، هو مبسوط انها مش موجوده فاكيد هو مش عاوزها جنبه. اما هل الست بتبقى فرحانه اخيرا جوزي مسافر وهقعد؟ لا.
هي مشكله الستات ان احنا لما بنتجوز بنفضي حياتنا كلها وتبقى في رجل واحد. يعني انا حياتي كلها فضيت وكلها هملها بالراجل ده بس مش هعمل اي حاجه في حياتي تاني. لا، هي بتبقى كده لاني بتقولي انا مش عارفه اتبسط من غيره. طيب ما انت كنت بتتبسطي، يعني انت لو انت مثلا قاعده لا، هي ما بتتفرج. كانتش بتتبسط قبليها، ما كانتش بتتبسط. مستحيل بني ادم طبيعي كان قبل جوازه ليه حاجات كتير بتبسطه فيدخل علاقه يقرر انه مش هتبسط الا مع دي. ولما تقولي ان انا ما بقتش يبقى يعني قطعت علاقاتي وصحابي وشغلي لا انا قلت بقى هتجوز وحياه واستقرار وبيت، يبقى ده توقعات ما غلط. تحسبش عليه. ايوه بس كده. انا بتحاسب عليها ليه؟ صح. اللي هو انا متوقع ان انا هتجوز جواز انا بكام كراجل فيهاش خناق خالص. عبيط، هنرد على العبيط صح كده. طيب انا متوقع ان انا اتجوز واللي هي اللي بفكر فيه من غير ما اقوله هتسمع كلامي وهتعمله لي. مجنون. فانا عشان العلاقه تنجح، انا وجهه نظري واكيد هتوافقين عليها او تختلفي، فتره الخطوبه هي فتره تاسيس لما بعد الجواز. صح. احنا بنديرها غلط. هو من حبك ما برمش ليه. احنا بنديرها غلط وبالتالي ده بيأثر علينا بعد الزواج فعلا. هو ما بنعرفش بعد في الخطوبه. هو احنا ده اللي بيخلي بقى ان بعد الجواز بتبدأ خناقات غريبة بتطلع من تحت الارض. ده هو اتغير وهي اتغيرت، انا اكتشفت حاجات، انت خدعتني، انت صدمتيني. بسمع حاجات. هو باين من اول يوم. انا شايف الشخص ده من اول يوم. يعني فرضنا فوزي ومنى اتخطبوا. فوزي كل يوم بيكلم منى بتنام على نفسها الساعه 10 بالليل. هو اتصدم بعد الجواز يعني انها بتنام بدري. نعم. وبيحصل في العكس، فوزي بيرجع من الشغل ساعه وتلاقيه نام. بس هو لا، هي بص، هو لا على فكره بعد الجواز هتغير وبأسهر معاك. هو اصلا بينام بدري، كان بينام بدري، هيتغير ازاي؟ مش هيتغير. يبقى الاحلام الورديه بقى غلط. التوقعات من الاثنين والوعود من الاثنين. انا بعد هعمل. انت قبل الجواز كنت بتحب المطبخ ولا بتكرهيه؟ حلو. بعد الجواز حبيته. حبيتيه ولا نص نص؟ لا حبيته، بقيت بحب المطبخ. ايه اللي خلاك تحبي وقبل كده كان نص نص؟ لا بعد الجواز شايفه انه ده يعني بعمل حاجه بحب عشان ولادي يتبسطوا وجوزي يتبسط فبحب. ولادي قبل جوزي اهو. بتبقى مرتب الاولويات عشان بقعد معاهم اكتر. يعني اما لو جوزي قال يعني لو جوزك بيقول ولادي ومراتي، لا مش هزعل. انا ما بدقش في الترتيبات والحمد. لا 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 لا، انا اكبر من كده بكتير. اكتر حل شايفاه بيخلي العلاقات بتتحسن وبسهوله وبسرعه ان انا اتعلم من المواقف. بمعنى يعني كنت لسه بنتكلم من كام يوم مع البنات في الكورس، بقول لهم على مرحله البازل دي اللي هي انا بالنسبه لي العلاقه في بدايه الزواج زي البازل. انا قدامي صوره كامله، الصوره دي هي توقعات بتاعتي، دي الصوره الجميله اللي انا شايفاها قدامي. ما بنشوفها. طيب انا مطلوب مني ايه عشان اكون الصوره دي؟ عده محاولات. تمام. محاوله هتنفع، محاوله هتبوء بالفشل، فجأة ممكن أكون غضبت وأروح لما البازل ورمياه، ممكن شوية أحس بهدوء. دي المرحلة اللي في الأول إن أنا بتعلم منها. فالمرحلة دي أنا همر فيها بحالات كتير سيئة وإحباطات كتير. المهم إن أنا محكمش إن البازل دي وحشة أو الصورة أو أنا مش هقدر أكملها. بالعكس، أنا لما أقدر إن أنا أكمل دي ودي 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 وخلصت كونت، هحس إن أنا مبسوطة. لما فركشها هرجع هتبقى اسهل عليا المره اللي بعدها. حاسه هتبقى اسهل. اجي المره اللي بعدها خلاص بكل سهوله انا عرفت دي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا. فالعلاقات نفس الكلام. انا اتخانقت معاه، فبدل ما اعيش دور الضحيه ونقعد بقى انا هو عمل فيا، لا انا اقعد اتعلم من الموقف، اشوف هو كان مفروض فهم ايه وكان عايز ايه وانا محتاجه ايه وايه اللي حصل، ايه اللي خلى المشكله انفجرت. وبالتالي انا اتعلمت. فالمره الجايه المفروض ان انا اخد رد فعل مختلف او يبقى المشكله اهدى من المره اللي قبل كده، وهكذا. انا شايف ان اكتر حاجه بتسبب الخناقه تتصاعد بالرجل والمراه طلعت السرسعه بتاعت الست.
انا بتفق انت بس هو سمع الصوت ده بس بدا يتشنج. انا بتفق معاك. انا كنت مره في سيشن مع واحد ومراته، حرفيا انا ما كنتش عارفه اسكتها، وبعد كده وهو وهتفضل. عمال يقول لها لا هو لو ممكن يكون بص سمحتي. انا معاكي، ممكن يكون مستفز لها في البيت، انا معاك اهو، انا اهو ضد اهو، وهو راجل مستفز، بس انا بتكلم احنا داخلين عائلتي الكسبان ولا عائلتي الخسران؟ عائلتي الكسبان انا هشوف من اين تؤكل الكتف واخد الحق حرفه. عائلتي الخسران عليا وعلى اعدائي واخرب عليكم، ولو طلقني طلقني وتنهار وترمي نفسها في الارض، لا بتوصل. انا اعرف طلقني طلقني وترمي نفسها في الارض، طلقها قعدت تعيط تحت رجلي رجعني. ده حصل. ده هنا عليه خسران، اللي هو انا بلوش، اللي هو انت هتخسري او انت هتخسر، الكلام ده الاثنين، اللي هو انت بتلوش ليه؟ فاللي هو الصوت السرسعة، اللي هو مرة واحدة بتحس انه هجوم، بتبقى انت لولا بعض من العقل كذلك مسكت دماغك خبطتها في طيب الحته. ايه اللي بيجيب السرسعه بقى؟ الاول اقول لك مم. ان هي قاعده جالسه هي والشيطان كده مع نفسها، عماله تقول لنفسها افكار سلبيه تمام. سلبيه، وتفسر المواقف على كيفها وتدي وكذلك الرجل يعني ايا كان. لا احنا بنفسر لا في في يعني انا بتكلم على الطرفين بس عشان بدي دايما للستات اكتر لا هو الراجل او عموما شغلي معظمه مع الستات. اصل الراجل دايما اسهل حاجه عليه اللي هو في خناقه انا هنزعل على القهوه، انا نسيت انا متجوز. فماني اما انت حتى لو قعدت في اي قعده هي مشاعرها لو الست ما عرفتش تسيطر على مشاعرها وافكارها، للاسف السلوكيات بتبقى مش محسوبه، بتبقى غلط كلها وبتيجي على دماغها فعلا. فلو يعني الافكار لا بجد السرسعه دي بتطلع. يعني انا ليه ايه اللي يخلي مثلا حضرتك جيت انا مثلا وحد معايا وحضرتك جيت قلت لنا نفس الجمله، يعني احنا قاعدين دلوقتي في المكان وحضرتك قلت لنا نفس الجمله، انا قبلتها وغيري ما قبلهاش، هي نفس الجمله بس الجمله دي، فحد بدا ان هو يهاجمك وحد قال لك حاضر تمام عينيا هنعمل ده دلوقتي، فخلاص. فهي الفكره كلها ان هي قاعده مع نفسها، الافكار اللي هي عماله ترص في دماغها هي المسؤوله عن مشاعرها وهي المسؤوله عن سلوكها. فبالتالي لو سيطرت على الافكار من بدايتها خلاص سلوكها هيبقى اهدى كتير. اول قناعه خاطئه اتربى عليها الجيل الجديد ان الرجل والمراه شريكان. كل واحد له لا حياته لا انا بتكلم الرجل قيم على المراه، هو اعلى منها في السلطه. انا مش عارفه جابوا ده منين اصلا، يعني هو ممكن يكون حد ما ترباش تربيه سويه، هي مطلوب منها مطلوب لا بيرفعوا التوقعات قوي. بس انت دلوقتي دخلتي اشتغلتي في مكان ليه مدير، مش دخلتي واخترت المدير تمام تخشي تعدلي عليه، مش عاجبك المكان نمشي. فانا اخترت بني ادم في الدنيا يبقى راجلي، تمام مش هتخانق معاه، اصل ما طلعش راجل بلاش منه. اما انا الراجل هكلمه باسلوب لن اقبله ان ابني يكلمني بيه او حد اصغر مني يكلمني بيه، لن يقبله رجل. تمام. فانا دخل كلام ايه وايه النظام واعمل ازاي، على فكره هتكلم هعمل انا كمان واتكلم على فكره ايه ده ايه الاسلوب ده؟ النديه بص دي مش نديه، ده عدم احترام مش قله ادب. عشان كنت في حلقه وحد بيقول انا بسميها عدم احترام. الاب ليه سلطه، الزوج ليه سلطه، الام ليها سلطه، انا ليا سلطه على مراتي ومراتي ليها سلطه على عيالي زي ما انا ليا سلطه على عيالي. فانا مش هقبل ان حد من العيال يتكلم معايا نص كلمه، فليه تقبلني تكلمني باسلوب مش كويس؟ تمام. بتبقى خارجه من بيت اولا، السلطه دايما بتبقى للام، ما عندهمش احترام ما بين الازواج. والله لا، السوشيال ميديا ده غير السوشيال ميديا دي مصيبه لوحدها. السوشيال ميديا لغت فكره القوامه دي. انا جالي واحد اللي هو بيضرب كف على كف، هي مراته شايفه القوامه ايه؟ يدلعها ويهشكها. طب هي مسؤوله عن ايه؟ لا هي غير ملزمه بحاجه، لا اكل ولا شرب ولا مش ملزمه، بس هو قوامته في الدلع. كانت لسه بتقول او لو انت مش عارفه مش هتخليني اعمل كذا فانا مش مسؤوله ان انا اطبخ لك اصلا واعمل لك كذا. لو انت كانت واحده بتقولي هو انا ليه مسؤوله ان انا اعمل له اكل اصلا وهو مخاصمني.
قلت لها ده ابسط حقوقه. هو الحقوق ملوش. امتى تسقط قوامته؟ ان هو لا ينفق. تمام. ففي واحده بتقول لي يعني هي قامته كلها في الانفاق. ما يا حاجه، هو اول دور ليه اللي هو ما ينفعش يتنازل عنه والعالم يعيره لو ما بيصرفش. صح. يعني انت رحتي او اي واحده من اللي بيجي لك راح بابا جوزي ما بيحضنيش، مش حد هيفهم. خلاص بس ده احتياج، ده لابد أيوة منه، انا مش أيوة. ضده، بس هتروحي تقولي لبابا بابا جوزي ما بيصرفش، مش هرحمه. فيبقى دوره الاساسي اللي ما فيهوش نقاش ايه؟ تصرف الاول. اما اللي هو هقعد ابقى حنين عليك ومش هصرف، لا مش مقبول. هو المفروض ان احنا قبل ما نطلب يعني الطرف حقوقنا من الطرف الاخر، اقدم انا واجباتي الاول. طب ايه أنا واجبات بشوف الزوجه؟ ان هي تسمع كلامه، وان هي تطيعه، وان هي تعمل واجباتها البيت وتاخد بالها من البيت والاولاد. ده انا بتكلم عن ابسط الحاجات اللي هي احنا عاوزين حاجه واحده بس. حاضر ونعم. لا خالص. امال ايه؟ اي راجل بيتجوز، انا بتجوز عشان عيب في نفسي، ماشي. فانه اغض للبصر واحسن للفرج. ده السبب الاول وليس الوحيد، الاول. تمام. وفي الكتب العربيه والاجنبيه يقول لك 70% من نجاح الجواز يعتمد على العلاقه الخاصه. صح. ف70% من سبب جوازي منك ده. فلو ده موجود وعدم يعني هنا ساعتها انا ممكن اعدي لك شويه، ما فيش حاضر هنا قوي هعديه. صح. الاكل ما كانش قد كده هعديها. اتاخر هعديها. نفسك اوكي. اما 70% مش موجودين وال30% متقضيه في المحاسبه وفي النكد. مفيش حياه. وتزعلوا لما الرجاله تروح تعط. طب ما برضو في فئة كبيرة من الستات بتهتم جدا وتقول بعمل وهو صاددها جدا. بص انا هفضل اتكلم عن الرجاله وهديك لعبه كام بجد. الراجل عاوز في العلاقه حاجتين، الكواليتي او الكوانتيتي، وان اخذ الاثنين فهو حيزت له الدنيا في الارض. تمام. فانا ممكن انا يعني تيجي تسال الدنيا تمام بينكم مره في الاسبوع. فين التمام؟ المتوسط عشان الراجل ما يمرضش 3 مرات في الاسبوع. فلما تقول لي تمام مره في الاسبوع، يبقى كده ما خدتش لا كوانتيتي ولا كواليتي. تمام. خلاص. فنرجع نشتكي بقى، لو انا بعمل انا بحب افطر ساندوتشين وكل يوم بتعملي نص ساندوتش، انا بفطره، ما انا ما فطرتش. هو ده يرجع ان احنا لازم نقعد مع بعض ونسال بعض انت بتحب ايه، بتحتاج ايه. لا من غير ما تساليه. لا اشتري مني والله. اقول لك لا في دي ما تسالوش. لا لانه فعلا في لا مختلفين، يعني في ستات احتياجها اكبر وفي رجاله احتياجها اكبر. ف انا هقول لك، انا هتكلم عن الراجل دلوقتي ولسه هسالك انت كست ايه اللي الستات محتاجه من الراجل. بس انا كراجل محتاج ايه. انا هقعد اول كام شهر انا بعلمك ده، بعدها انا مستني منك مبادره منك. تمام. لان الراجل بيعتبر في ده الرفض امتى. تمام. انا جيت انت ما استقبلتنيش، يبقى هي مش مناسب ليا النهارده. جيت كنت نايمه، ده مش مناسب ليا النهارده، مش هيحصل يعني. قاعده مع الولاد وبتشتكي منهم، مش مناسب النهارده. جيت لقيتك زعلانه مني، مش مناسب النهارده. جيت مش فاكر ايه متوتره، مش مناسب النهارده. اي حاجه مش مناسب النهارده. يبقى انا ما قلتش. هنا الحته دي الحاجه الوحيده اللي الرجاله فيها لا تعترف بجمله الاهتمام بيطلب. يعني الراجل كل شويه يشتكي من الستات يقول لك ايه الاهتمام على فكره بيطلب عادي، ما تطلبي وانا اعمل لك. طب الحاجه الوحيده اللي الرجاله لا تطلب الاهتمام فيها ده بيحرج انه يقوم. فاللي هو خلاص احنا 6 شهور تحت التاهيل، انت المفروض تبتدي اللي هو ايه تقربي مني، احس ان انا هنا بحس ان انا راجل بان انت راغبه فيا. تمام. فده لو موجود 70% من المشاكل هتنتهي. يبتدي بقى شويه مشاكل في الحوار، مشاكل في اسمه ده مين اللي سلطه في الحته دي، مشاكل في اللي هو في الطموح، مشاكل في التخطيط في البيت. دي مشاكل يمكن حلها، اما طول ما ده ما اتحلش مش هتحل حاجه. انا كده خلصت كراجل. الستات عاوزه ايه من الرجاله؟ طيب اول حاجه بتقول لي انا دايما بحب ان انا احس ان انا مرغوب فيا. صح. ايه ازاي الست تحس انها مرغوب فيها؟ ايه اللي الراجل؟ قولي نصايح للرجاله. تمام. اعمل 1 2 3 مراتك هتقول ان انت راغب فيها.
اولا لما يلاقيها لابسه يهتم قوي باللي هي لابساه. والله برافو عليك، والله صح. لان انا كنت لسه بتكلم مع راجل في الحته دي، بقول له ايه، هو ما ياخدش باله. لا سيبك من ما ياخدش بالك، احنا كده كده ما بناخدش بالنا، بس انا بتكلم بجد والله. فين في فرق بين الذوق ومراتي. صح. حطيتي كوبايه، انت حطيتي لي كوبايه، تسلم ايدك يا حبيبتي، لا دي امك، دي مش مراتك. اما ايه الايدين الحلوه دي، هو في حد بيعمل قهوه كده، دي مراتك. صح كده. ففي رجاله كتير فاكر ان الكلام الحلو اللي الست عاوزاه تسلم ايدك وشكرا. صح. فهو لازم يهتم فعلا باللبس اللي هي لابساه ويقول لها، بس هو مش بتحب. هيركز انه جديد وقديم، يعني مش ما مشكلة، نطلبش مش المستحيل. مشكلة، بس على الأقل إن هي تسمع إن حد بيشكر في جسمها، في شكلها، في شعرها. صح ما يقدمش انتقادات كتيرة. صح. لأنه أنا بسمع كتير بيقولها شعرك، وشك، جسمك، بطنك، معرفش إيه، وهو أصلا يعني بتقولي أنا ببقى عايزة أقول له نفس ما اللي تبص على بيقوله بطنه. لي. تمام. تاني نقطة إن هي أوقات بتبقى عايزة إن هو يقول لها الموضوع صريح، أنا محتاج منك العلاقة، بس طريقة انسي لطيفة. انسي. أنا بقول لهم كده والله. وانا بقول اللي هو بس لازم هو يبقى في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو دخل على ام سلمة وكان عندها صحبتها، فلما شافت الرسول رأت في وجهه ان هو رأت ما قالها، ما لما احلاقاش، سابت صحبتها تمام. مشيته. ماشي. فان احنا نوصل الراجل انه يطلب يبقى جاب اخره، ان خلاص يعني وصلت الجمله اللي دايما بتتقال، هو انا لازم المبادره على طول تبقى لا. مني؟ طيب امال ايه بس بقى؟ هقولها لك ازاي. اللطف اللي هو ايه، انا على حسب، انا هو راجع رايق وانا جيت لبست وقعدت جنبه، هو هيبقى ما تحتاجيش حاجه. تمام. اما جاي النهارده طالع عينه في الشغل، هو نفسه بس مش قادر، تمام. انا لو بادرت هو معايا. حلو. طيب الراجل متوتر ومضغوط، انا الست بادرت تمام زي الفل. الرجاله بتعمل غلط والستات بتعمل غلط. الراجل لما يلاقي متوتره بيبادر، لا مش عاوز، هي عاوزه طبطبه بس. الست لما تلاقيه متوتر هتسيبه على جنب، اللي هو طبطب عليه، مش عاوز طبطبه. ايوه. فاللي هو الحق الاول، حقك 1,000,000%. انت متجوز واحده، حقها يجي لها اشباع عاطفي من كلام حلو. زي ما انت العلاقه بالنسبه لك بتمثل لك رجولتك، هي الكلام الحلو والاطراء على انوثتها بيمثل لها احساسها بكونها انثى. اما تعملها زي انها اختك امك، لا، هي عاوزه حد بيعكس فيها. اسوأ حاجه في العلاقات، في العلاقه الحميمه، انه بيبقوا متخانقين، فيجي يصالحها بالعلاقه وبعد كده يرجع تاني يوم يخاصمها تاني. ما بحبوش. ما هو دي بس معظم المشاكل يعني بيبقى بيجي لي مشاكل. هقول لك على حاجه غريبه، ده بسبب هرمون التستوستيرون عنده. فالستات اللي عندها هرمون التستوستيرون مش مستقر واعلى شويه، هي مستعده فعلا، عشان التستوستيرون هو سبب زياده الشهوه عند المراه مش الاستروجين. فالتستوستيرون عندها عالي، فعندها شهوه، فاحنا متخانقين، هتروح تاخد العلاقه وترجع متخانقين عادي. الست اللي عندها التستوستيرون عالي مستعده تعمل ده، اما الست الطبيعيه مش هتعمل ده. انا بتكلم عن الراجل مش الست. وانا بتكلم والست بتعمل ده. فالراجل سببه ايه؟ ما اللي هو انا هو احنا متخانقين ليه علاقه بالاكل والشرب؟ ايوه. هم الستات ما بتفهمش ده، الراجل بيقدر يفصل ده. لا احنا فاصلين اي حاجه عندها. ده ملوش علاقه في اي حاجه، انتوا بتفصلوا كل حاجه. لا الستات بتدخل كل حاجه يعني. لا عشان الستات بتحب الحاجه، انا اسف يعني، هاتي راجل بيطبخ مهما كان، في الاخر ايه اللي ان شاء الله طبق رز على ورق الجرنان وهياكل. الست لو بتعمل كوبايه شاي بتعملها شكلها حلو، بتعملها تفتح النفس. فالستات بتحب كل حاجه بالعاطفه. انا بحبك فانا هعمل واطبخ لك، انا ما بحبكش مش قادر اعمل لك. اما راجل بحبك ما بحبكش، مصلحتي فين؟ الراجل عملي، فلو في مصلحتي ده هعمله. مش بكلم في العلاقه بس، انا بكلم في كل حاجه. يعني هل انت ممكن تدخلي في الشله بتاعتك المقربه من البنات حد ما بتحبوش؟ لا. مش بتحبيه. الراجل عادي جدا، مصلحتي فين بس كده. صح. فعشان كده الست ليها كامل الحق في انها يعني، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احدكم امراته كالبهيمه ثم يجمعها اخر الليل. قرف. واللي هي تفسير الايه وقدموا لانفسكم، في وقدموا لانفسكم اللي هو من المبادره، وفي وقدموا لانفسكم من الخير. سواء الست لن تقبل هذه العلاقه بدون عاطفه. فده اللي بيخليها توصل ان عندها مشاعر سلبيه، وساعات بتتخانق معاه يعني صالحني الاول وبعد كده يحصل علاقه، انما ما تجيش واحنا متخانقين يحصل علاقه وبعد الراجل روحي صالحيه بده موافق.
ما فيش مشكله، بس ما هي دلوقتي قاعده متضايقه منه، وهو زعق معاها ودخل مثلا ونزل ورجع عايز العلاقه، وما فيش كلام، ما تتكلميش في حاجه. ما دي تحس يعني، انا اسف يعني، الست ساعتها بتحس انها ايوه بهيمة. بتحس بمشاعر سلبيه، وبالتالي لو الموضوع اتكرر تاني بتبقى قفلت من العلاقه، لدرجه ان هي بتقول لي انا والله جت من كام يوم بتقول لي انا بعيط جوه العلاقه. فطبعا لازم الراجل يفهم انه احتياجات الست مختلفه عنك، سيكولوجيتها مختلفه عنك، محتاجه ان هي تحتويها وتفهمها وتسمعها، وبعد كده مفيش مشكله، لكن ترميها وتعالي وروحي انا معاك. فانا كراجل انا محتاج ان انا اقول كلام حلو، ده اول احتياج لست، كلام حلو، معاكسه، صح والله حضن، اي حاجه تحسسها انها في كنف رجل، صح. ده اول احتياج. ايه تاني؟ احنا عاوزين 2 بس، الرجل علاقه مفيش نكد، انتوا عاوزين ايه؟ ادي 1 كلام حلو، 2 يسمعها وقت المشاكل. وطبعا انا عارفه ان دي طلبات الستات، بس هو الرجاله انا عارفه ان هم ما عندهمش بص احنا ما القدره عندناش على مشكله ان ده. احنا نسمع، لا على فكره مفيش راجل ما عنده مشكله انه يسمع. لا طب ممكن اقول لك، انت بتشتكي مني ولا بتشتكي من العالم؟ منك. حلو، هتشتكي مني تديني كلمتين ولا تقولي لي اللي نفسك فيه؟ هقول اللي نفسي فيه. يبقى اسمعك. تمام. هي دايما بتكلم معاهم برضو في حته سحر الكلمه. سحر الكلمه هي دي انا يعني بكلمه مصطلح. في دبش الكلمه اللي بتتقال. ما احنا بنحب ندخل في الموضوع بقى من على طول. هو يعني ودي معظم من يعني لما بدات اشرحها مع البنات واتكلم في حته ان احنا عايزين، لما كلمتهم اعرفي مفاتيح جوزك وتعالوا نجرب ازاي نبرمج دماغهم على الحاجات اللي احنا محتاجينها وعايزينها. طبعا اتهاجمت قوي، قالوا لي ان انا بستخدم اساليب والاعيب وحاجات غريبه. مش هنبرمج، انا اقول لك انا راجل، هو انا الرجاله بتتجوز عشان الراحه، والستات بتتجوز عشان السعاده. فالسعاده امورها مختلفه، الراحه امورها بسيطه. عاوزه تسيستمي جوزك زي ما انت بتقولي، سكه ودغري، وهتلاقيه بيطبق. يبقى هات لي كيس شيبسي وانت جاي، ولا تطبيل، ولا قصدك في الطلبات في اللي انا عايزاه؟ عاوزه يعني كيس شيبسي وانت جاي، بيفرق معاك كيس الشيبسي، هجيبهولك كل يوم لغايه ما اكرهك في الشيبسي. فالحقي نوعي وقولي النهارده بقى بدل الشيبسي هات بيك رولز، هجيب لك بيك رولز، الشوكولاته كيت كات وانت جاي هجيب. صح. انا هتعامل اللي هو ايه، انت بالنسبه لي انا بقول لك شكوى الرجاله كلها هم مش مفهومين، هي بتهب منها، فريحين قولي لي عاوزه ايه واعمله لك. ده حقيقي. اما تهب منك لا. هي كان برضو الكابلز اللي كنت شغاله معاه بيقول لي انا مش فاهمها يا دكتور، فبقول لها صحتني من النوم بتقول لي انا متضايقه مخنوقه زهقانه زعلانه. طب ايوه عايزه ايه؟ فاتخانقنا. طب انت كنت عايزه ايه؟ كنت عايزه يحضني. طب ما قلتلوش ليه؟ هو حتى رد عليه قال لها ليه ما قلتليش احضني؟ بس ده بيبقى بي ام اس. ايه بالبي ام اس بيعذب مصر كلها والله، ما بيقدر عليه كل ربنا في الفتره دي والله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. اللي بيتعمل في الرجاله في الفتره دي فترات. ما هو ده برضو لازم الست تبقى يعني حاطه لها برنامج تاني، صح، وحاجات لازم تعملها ده بجد. والراجل الذكي هو اللي يعمل ابلكيشن عنده. انا عارف ان الاسبوع ده هعاني، هي تديله انذار قبلها. مفيش والله، هو اللي يامن نفسه بنفسه. الاسبوع ده نكد، خد بالك، خد لك ساتر اليومين دول، ابعت لها شوكولاتات من بعيد. نفس البنت دي لما جت حست ان مزاجها بدا يقلب، وراحت قالت له على فكره انا حاسه ان الفتره دي انا مش مظبوطه ومودي مش لطيف وحباك بس تاخد بالك مني، بتقول لي هو بقى يعمل كل حاجه نفسي فيها. حلو، هنا بقى الحته اللي لازم الستات تفهمها. وانا باخد بالي منك اليومين دول، انا مركز ان ما تحاسبش. بتكلم بجد، انا مركز ان ما تمسكش عليا غلطه، انا مركز قوي ان انا اعمل عشان اخلص من النكد اللي هيحصل. انت كده هتعمل مشكله. انا بتكلم يعني بجد، بدل ما نقول والله له هو بيعمل السبب. عشان بيحبك وبيعمل عشان عايز يرضيكي. طب ما هو هيعمل ده ليه؟ هو مش مجبر، خلاص اخبط دماغك في الحيط مش هعمل لك، صح؟ لا اصل في ناس تفصيليه قوي، يعني لا الجملتين اللي قلتهم دول بالنسبه لها لا ما يرضوهاش. ما انا بالنسبه لي من الاخر انا مش عاوز نكد. هو انت دلوقتي لما تقومي جايبه لابنك ترضعيه وتغيري له وتحميه وتنيميه، انت عاوزه ايه؟ انا مش عاوزه زن. ايوه صح،
هل معناه ما بتحبوش؟ ما لو ما بتحبوش مش هتاكليه اصلا ولا تعملي له. فانا بحبك وبتقي شرك. في الوقت ده بالذات اي محاسبه هيبقى اسوأ رد فعل هتشوفيه. صح. انت بتعرفيش تطبخي، داخله بتعملي له اكله حلوه، واقفه ساعتين 3 في المطبخ عشان نفسك يتبسط، وعشان هو بيحب الاكل وبيفرق معاه، وعشان ما يروحش ياكل عند امه، فقعدت ساعتين 3. هل انت على استعداد انك تسمعي كلمه دلوقتي؟ لا. بس كده. صح. عشان كده هتلاقي اغلب احتياجات الرجاله هو كده كده العلاقه خاصه، بس اكتبي بوست على السوشيال ميديا الراجل عاوز ايه من الست، كلهم مثبتين جمله واحده: يقول لك الهدوء وراحه البيت. لا تسيبني في حالي. ما هو الهدوء وراحه البيت. لا عارفه تنصرف، انصرف، لا دي زين ولا حقيقة، زين. دي حقيقة. فانا مطلوب للراجل حقك رقم 1 دي امان عاطفي او احساسها بانوثتها. رقم 2 يسمعها. يبقى مطلوب منك عشان اسمعك مطلوب منك ايه؟ اتكلم بلطف. ما تهاجمنيش، واطلبي اللي عاوزاه. لان فعلا الرجاله بتجيلي بتبقى ما نخلص ونقول ما نخلص بقى. صح. انا عاوز عندك صبر، لان هي صعب عليها ان تعبر عن مشاعرها، صعب، فاصبري اصبر ما تستعجلش. ايه تالت حاجه مطلوب؟ انه يديها الامان، ما يفضلش طول الوقت يخوفها ويحسسها ان انا هتجوز هعرف واحده عليك. لا هو يعملها من غير ما تعرف. عشان ما يخوفهاش. احنا مش هنتكلم في الموضوع ده عشان ما نتخانقش. هو ما ينفعش عموما لا تهديد بالانسحاب من الرجل او المراه، ما ينفعش التهديد بان انت هتشارك معاها حد للرجل او المراه. زي ما انا ما ينفعش اهدد عيالي اللي هو انا هسيب لكم البيت وامشي، مش مقبول. وانا مش هقول لمراتي انا هتجوز عليك، ومش هقول لمراتي ولا مراتي هتقعد تقول لي طلقني طلقني. دي تهديدات بنهايه العلاقه مش مقبوله. انا معاك. هم الثلاثه دول بس اللي محتاجينهم بالله. ثلاثه ايوه بس كده. ايوه اديني كتالوج. ايوه ايه تاني؟ لا عايزه تقدير دايما في الحاجات. اطب الله. حلو. مشاركه في البيت. عايزه فانوس سحري. مشاركه ولا مساعده؟ لا هي عايزه المشاركه في يعني ان انت جيت من الشغل بقى مشاركه بقى معايا ولا مساعده. انت بتتكلمي مشاركه في البيت. انا دلوقتي انا هشاركك في المطبخ، ده كلامك ان انا اقف معاكي. مساعدتي انا مش هطلب اكل النهارده. مساعدتي انا هنطلب اكل من بره. مساعدتي انا هاكل اكل بايت. مساعدتي هجيب ست تطبخ. مساعدتي هنروح ناكل عند امي. دي مساعدتي. انت عاوزاني اقف معاكي في المطبخ، انت اللي لا ساعد بقى ساعد. ما انا ساعدت. انت دلوقتي مش هروق معاك البيت، هجيب ست تنظف بفلوسي. مساعده ولا مشاركه؟ لا مساعده. انت شايفاها مشاركه؟ ما قدرها؟ لا مش هتقدر. ليه بجد؟ لا انا بتكلم بجد. عشان اقول لك انا في واحده اتخانقت مع جوزها ان هو جايب شغاله في البيت عشان هو انت عشان بيبص لها ماشي. لا مش عشان بيبص لها، عشان انت كده بقت حد تاني بيعمل لك، فانا كده ما بقاش لي دور في حياتك. ده بتموت في دقيقه التنفس. افهمي، انا ريحت لك دماغك. انت دلوقتي انا هساعدك في ان انا هودي الولاد المدرسه، بس انا مشغول عشان بشتغل فبجيب فلوس فشاركتهم في الباص. هنا بقى دور الست بجد ان هي عينيها تبقى زي الكاميرا. اي حاجه بسيطه هي الزوج عملها زياده تحطها بس في ذهنها، تكتبها، تقولها له، تبعتها له على الواتس شكرا عشان لا نقطنا بسكاتك وانا زي الفل. لا والله انا مش عاوز شكر، بس مش عاوز نكد. لما بيرجع يقولها في الاخر انت مش مقدره اللي انا بعمله. هقول لك انا كراجل اشوف عدم التقدير ايه، انك بتحاسبيني. اللي هو انا لسه جايب لك اكل من بره امبارح، وعملت لك مش فاكر ايه اول امبارح، والنهارده عملت لك ايه، بكره اتاخرت ما اصحاش شويه، انت سايبني لوحدي وقاعده في البيت وانا قاعده. هي بتتكلم على مشاعرها وعلى اللحظه دي، وهو شايف ان انت ما قدرتيش كل ده. حلو. طيب. يعني لو انت وقفتي عملت غدا طويل عريض، واول يوم ما علقش وتاني يوم ما علقش، او شكرك في اول يوم وتاني يوم تالت يوم، فين السلطه؟ اقول انت ما بتشكرش. ايه ده؟ وهننسى اللي فات؟ ما رجاله كخه معلش. احنا بني ادمين، راجل وست بني ادمين، بنتضايق. عدم التقدير بيضايقني وبيضايقك، المحاسبه بتضايقني وبتضايقك.
ملهاش علاقه انت لو مامتك اللي بتحاسبك، اختك، صاحبتك، اي حد هيحاسبك وهيدي. انت صاحبتك بتقولي كده يا نادله ما عملتيش كذا، حاسه بايه؟ لا متضايقه طبعا. طب ما انتوا بتضايقونا بعد كده ترجعوا تزعلوا. فلا، احنا كرجاله مستعدين نعمل لكم كل حاجه، بس احنا فعلا هتقفلونا لو حسيت بعدم تقدير. ده الرجاله السويه، تدخل على الرجاله السوية. المرضى ما نختارهمش، مريض ما بختاروش. لا ما بنختاروش، بس هو ممكن ما ما يكونش حدش رفع مريض. مسدس على دماغك وقال لك اتجوزيه. اه مريض ما حدش رفع المسدس على دماغك وقال لك اتجوزيه. انت بقى اللي هو يا ابويا كنت منعتني، لا ده لو كان منعك كنت رميتي نفسك من الشباك ما تشتغلناش. ده حقيقي. انت كنت عاوزاه وماسكه فيه وحاجبك انه باد بوي وحاجبك انه صايع وحاجبك انه كذا وقلتي هتوبيه، اهو هو اللي توبك. فاللي هو بيحصل ما كتير تجيش ده. تختار زفت وبعد كده انت مصدوم من النتائج. انا نازل اكل كشري في اكياس، اكيد طعم مختلف تماما عن كشري في محل في مطعم شيك. صح. ما اكلش من الشارع واجي اشتكي الاكل بيوجع بطني ليه. يبقى انا كراجل انا عاوز حاجتين بس والله: علاقه خاصه منتظمه بجوده متوسطه، لو جوده اعلى احسن، وعاوز بلاش محاسبه. يعني مش عاوز شكر بس مش عاوز محاسبه. ستات عاوزه اسمع كلام حلو، تهتم بيا، تشاركني في حاجات، تحتويني. طبعا الاحتواء ده لوحده وتقدر فيلم يعني. عشان لما واحد قال لي ايه الاحتواء، قلت له تفهم اللي في دماغها من غير ما هي تقوله. هي مش عارفه تقول بس انت تفهم وتتصرف. فسيبك منه. عشان في الموضوع دوت انا قلت للبنات تحكي اللي هي عايزاه على الشات ما بينها وما بين نفسها. يا رب اكتبي كل اللي نفسك فيه، يا رب من غير زعقي شتايم. بقى واشتمي اي بقى هو الشتايم. هو الشتايم. قولي كل اللي نفسك فيه وسيبي التليفون وروحي يعني خلصي اللي وراكي، رجعي تاني ولا يوم لو ورجعي. مسكت بقى التليفون ساعتها وشفت لا 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 اشتري. هي يعني تمسك يعني بس تغير مودها شويه وترجع تقرا اللي هي كتبته. تقوم تصلي هتلاقي ركعتين هتلاقي نص الكلام اللي هي كتبته ملوش بتحمد لازمة. ربنا ان هي ما بعتتوش بس اصلا. كده. بس ربنا يهديهم والله. ندخل بقى الجزء التاني بقى بتاع حاضر. انا بحب الالعاب صح. انا مش عايزه اتكلم على فكره الالعاب كالعاب. هي المشكله ان احنا لما بنتكلم في فكره ونقول العاب فالناس بتفتكر ان احنا عايزين نلعب بالراجل او نبقى خبثه شويه. نتصرف في سمارت مش هارد، اللي هو باقل مجهود نوصل لاعلى مكسب. خلينا لو مش هنقول العاب هنقول قوه الانوثه الناعمه. ايوه اللي هي في الدلع 3 خطوات. الدلع ما هي قوه المراه في ممارستها. ايوه ان هي تعرف تحتوي كويس قوي، تعرف تقول اللي هي عايزاه بالطريقه اللطيفه، بتعرف ان هي تعمل اللي هي نفسها فيه وهو حاسس ان هو اللي بيعمل كل حاجه وشايف كل حاجه. اللي هي تقعده ماسك الدريكسيون بس هي اللي بتتحرك. بس ده ما بيحصلش. بس المشكله ان في ستات واحده قالت لي هو انا هخليه شخشخه في ايدي. هي مش شخشيخه وكده هينزل من نظري. قلت لها لا مش عايزاك تخليك اللي هو شخشيخة. حبيبي انا نفسي في كذا. ايوه فهو عملهولك بدل ما اقول له هو انت بتعمليش. هي الفكره عامله في ايه؟ اني انا لسه بادئه اتجوز اهو، لسه داخله حياتي. فانا بدل ما هدخل في سكه المحاسبه دلوقتي، لا انا هبدا اسستمه على انا بحبه بايه. يعني مثلا هو كل يوم يخرج مثلا مع زمايله بره، فانا كل يوم بدل ما اتخانق معاه لا انا ابعت له رساله حلوه ان انا مستنياه، قلبي بيتونس بيك، انا بحب وجودك، البيت من غيرك لا صدقني بعد فتره هقول لا اكمل. لا انا بتكلم هي لو اديته ده هو يسيب صحابه على الاول. ايوه هيرجع. بس ما هي دي هي اما لو الرسائل اتصلت حلوه مش فارق عليه معايا. وبدل ما تقول له انت فين، هو انت بتتاخر قولي له ومش قلبي عارفة بيتونس إيه، بيك، بدل قلبي بيتونس بيك تتصور صوره حلوه سيلفي كده ولا وتبعت مستنياك هو يسيب صحابه ويجي. يبقى هي دي قوه الانوثه الناعمه اللي احنا بنتكلم فيها. انتوا تعبين نفسكم قوه الانوثه. انا هي في اي حاجه والله بس كل ده مش هسيب. بتكلم بجد والله. ده ساعتها هو بقى مبسوط بوجودها، ساعتها بقى هيفتح كلام ويرغي ونحكي كده. وكل الكلام ده. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انا وده اللي انا بقول، اللي انا لما قلت لحضرتك فكره البرمجه شويه. هو كان حد من الازواج بيقول لي متجوز 2 هو ماشي، فبيقول لي دي بعتلي انت فين ودي بعتلي انت فين. يروح للثالثه الاولى انا رديت عليها يعني باندفاعيه شويه، وقلت لها يعني هكون فين يعني، ما انا عند اصحابي وجاي ومش كل حابه تتصلي وتسالي. الثانيه حبيبي انا كذا، انا قدامي 10 دقايق ده رد غير ده خالص.
تمام. طب ليه؟ طب ما هي دي نفس الرساله ودي نفس الرساله. اما جيت سالته رد قال لي علشان دي دايما بتحاسب، فانا حاسس ان يعني اول ما قريت الرساله حسيت سمعتها بصوتها بالمحاسبه، والتانيه بتطمن عليا، بتطمن، تقعد تقول له انا بطمن عليك، انا ما بعرفش انام الا لما تبقى موجود، انا بتونس مش عارف ايه. فبالنسبه له التانيه مظبطاه في الاحتياج اكتر من دي. ايوه، فعشان كده حتى لو دي قالت انت فين بصيغه المحاسبه هيعدي. ايوه بس كده. فهي الفكره كلها انه انا مش فكره، يعني في ستات بتبقى فاكره لما اجي اقول لها كده تقول لي لا انا مش عايزه اكون ضعيفه. هي مشكلتهم الستات والله بتيجي تقول لي كمان انا علميني ازاي اكون قويه. قلت لها خليكي انثى ضعيفه. الست في مقايستها خليكي انثى. بالنسبه له يعني اللي هو الضعف الانثوي بس. ده اللي محتاجينه، مش محتاجين ان انا اكون قويه قدامه اصلا، لان اي راجل هيلاقي ست قويه قدامه لازم هيكسرها، لازم هيكسرها. مش هيعرف تبقى في نديه ما بينه وما بينها، هيسيبها هيروح يتجوز. هيتخانقوا، لا هيقعدوا يتخانقوا كتير في الاول. هيتخانق في الاول مش عشان يكسرها، عشان يطوعها. ما هو مش عاوز يكسرها، اخر ما يزهق. المجهود المبذول في تطويع دي ابذل ربعه في حاجه تانية. تمام. الألاعيب بقى اللي انا ما بحبهاش بصراحه، اللي هي تقعد تقول لك خليكي غامضه معاه، لا مش عارفه واللي ايه، هو وما لما ردش عليه يبقى واقفل الموبايل أيوة، واعمل لا 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 ولما يجي من بره اعملي نفسك مشغوله وما اعرفش ايه. او ده بقى بصراحه انا بسمعه من الفيديوهات على السوشيال ميديا. انت هتنشغلي وانا هنشغل. ايوه بس هي بالنسبه لها فاكره ان انا لما يرجع من بره وانا اقف اتبسط يعني، او احسسه ان انا اتبسطت ان انت جيت، انه لا انا مش هعمل كده عشان هو ما يفتكرش ان انا مدلوقه عليه. ما عادي مش كده. انا بقول نصيحه للكل كده، اهتم بالجانب اللي انا قلته اللي الراجل محتاجه، هيروح البيت ويقعد في البيت ويبقى زي الفل واحسن حاجه البيت. تاني حاجه قال لي صوت عالي بس 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 بس. خلينا نرجع لحته الاهتمام بالعلاقه الحميمه، وهضيف نقطه ان هي تفهم او تتفهم امتى هو بيبقى محتاج العلاقه وامتى محتاج. ما فيهاش امتى. لا 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 اقول لك الاشخاص العمليه فعلا اللي دماغهم مشغوله دايما، هو ما بيعرفش يفصل من هنا عشان يدي هنا دلوقتي. هو مين قال افصل وانت بتكمل شغلك؟ لا في رجاله لا انا مش فاضي لك دلوقتي، انت بتختاري وقت غلط، انت مش عارفه ايه. والله بيحصل. هو انا بقولها بيجي شكاوي من دي كتير. خليها بس تبادر من غير ما مش تقول له تعالى انا اعمل لك انا مساج وانت بتشتغل، ما تشغلش انت بالك. تمام. ولو ما جابتش نتائج قولي حاسبيني، قولي لي. لا هي يعني بتجيب نتائج. هي بتجيب نتائج ولما هي الفكره كلها في التواصل ما بين الراجل. دوره كراجل انه مسؤول يحمي يأمن. الست دورها كست انها تدلع وتطمئن. تمام. بس عشان يعني احنا اخر حاجه كده نتكلم فيها. صح. كنت بتكلم برضو الجزء الثاني في الألاعيب، يعني اللي هم فاكرينه في الألاعيب، لما بشرح الجزء بتاع الشطرنج. يعني احنا دايما انا قلت لهم الاول ان في بازل ورد فعل وشطرنج. الشطرنج ده بقى خلاص انا فهمت، انا لما بفهم اللعبه انا واللي قدامي انا بلعب لعبه، انت بتلعب قدامي، انا بلعب انت بتلعب. زي انا عارف انها في البي ام اس محتاج شوكولاته، بجيب لها شوكولاته وخلصت. انا عارفه ان هو لما بيجي متعصب بيبقى عاوز كوبايه ليمون، بعملها له وخلصت. بس كده. يعني احنا الاثنين خلاص، انا ما بقتش بقى قاعده هو عمل حاجه فانا قاعده لسه حزينه على اللي هو عمله. لا خلاص انا فهمت، ننتقل فهمت فهمت اللي هو عايزه، او فهمت الفكره اللي هو عايز يوصل لها. فخلاص انا ايه اللي يخليني اقعد حزينه بقى وزعلانه ومكتئبه؟ فقبل ما حتى نتخانق انا فهمت هو عايز ايه، فخلاص هديله اللي هو عايزه ببساطه. انا سعيد والله بالحلقه معاكي، واتشرفنا بحضرتك في بودكاست حياه، ونتمنى يتكرر تاني ان شاء الله. ونتمنى الحلقه تكون مفيده للكل، ومستنينكم في حلقه جديده من بودكاست حياه. السلام عليكم.